كبانية، حمص، بابا غنوش، تبولي. يلا يلا. فين الطلب؟ النار. بقالي نص ساعة مستني. وكمان نص. هو انت زبون؟ انت صاحب محل. أنا مت من الجوع. تكرم عينك. يا حبيبي. يا باي. منزل الهدى. ونيس. يا سم. Follow me please. اهلا وسهلا. Sit down please. Asseyez-vous. Sit down. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. احنا جعانين قوي وعاوزين ناكل. هتوكلينا ايه بقى؟ فروج مشوي، كبانية، لحم مشوية، تبولة، حمص. بس اسألي. فروج مشوي؟ Yes, فروج مشوي. Yes. فروج؟ فروج؟ فروج مشوي؟ فروج. تكرم عينك. يا أهلا وسهلا. دي خطوة عزيزة يا شيخ بشارة. دي خطوة بتشرفني يا أبو خليل. يا أهلا يا أهلا. ونيس؟ أيوة يا بابا. ما تعرفش ونيس ابني؟ إيه ونعم المعرفة، ده زبون مستديم كل يوم بيشرفني. إحنا النهاردة ضيوفك يا أبو خليل. يا ألف مرحبا. المحل وصاحبه وعيلته في خدمتكم. ما تكلموا يا بابا. مقسومها لك يا أنبز، مقسومها لك. أبو خليل أؤمر. ابني ونيس مخه هيطق من التفكير في هدى بنتك وعايز يتجوزها، واحنا منتظرين ردك. والله نسبك بيشرفني. ونيس زين الشباب، بس الدنيا مشاغل. الليلة أنا هكلم هدى. بحبها يا بابا. يا حرام يا ونيس، يا حرام. ونيس حط طربوش. بخاطرك بخاطرك. مع السلامة. جود. طب كويس. اجيب لك ارجيله. يا ريت. ارجيله. ارجيله. جود. الحساب كام؟ 8 ليرات. الباقي علشانك. متشكرة. عاوز اقول لك كلمتين والله. قول. عاوزك تقابليني بره. عاوزين ناخد حريتنا. ممكن؟ ممكن. صحيح ولا مقلب؟ صحيح. امتى؟ بكرة. نتقابل فين؟ هنا. تاخد حريتك، تشرب كاسك، تتفتح شهيتك، تاكل فروش وتمز بحمص. اجيب لك حمص. ان شاء الله يكون اكلنا عجبك. حاجة عظيمة. الحساب كام من فضلك؟ الله. والارجيله. معلش كفاية كده. Let us go to the car. الحساب 45 ليرة و50 قرش. ثانية واحدة اجيب الفكة. خلي الباقي عشانك. سعاد. ايوه. خلصتي مدرسة؟ ايوه يا اختي. اتفضلي بقى على المطبخ. لا النهارده بقى مش ممكن، انا عندي دفوار.
لا، في دوفوار اهم، الاطباق مستنياكي، اتفضلي عشان تذاكريهم. قصدي تغسليهم. اسمعي يا امي، انا عايزاكي تعملي لي بكره 18 ساندوتش. يا نهار ابيض، 18 سندوتش ليه؟ حبيهم على باب المدرسه. احنا طالعين رحله بكره. فين يا بنتي؟ 6. 2 فطار، 2 غدا، 2 عشاء، و2 تبقى احنا هنقعد طول النهار. 7. وزميلاتي 8. دول بيحبوا اكلنا قوي. شوفي 9 ومفيش ولا واحد زياده. في ايه يا هدى؟ صور يا بابا، سعاد عايزه 18 سندوتش بكره، ايه طالعه رحله. اعملوا لها اللي هي عايزاه. زي بعضه عشان خاطر بابا بس. هعمل لك 18 ونص. انت تعرفي ونيس ابن الشيخ بشاره؟ ايوه بابا. وايه رايك فيه؟ لطيف ومؤدب. يعني يعجبك؟ لا، في ايه ما يعجبكيش؟ كله على بعضه. في ايه يا بنتي؟ وانا مالي وماله يا ماما؟ ابوه طلب ايدك. يا خبر ابيض، فحضرتك قلت له ايه؟ انت اللي تقولي ايه؟ لا 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 ثم لا. ده لا وده لا وده لا، وبعدين هتعملي ايه؟ بعدين هيفوتك سن الجواز يا بنتي. وانا هعمل ايه بالجواز يا ماما؟ ما انا قاعده باكل وبشرب وبلبس وبرقص وبصلي والحمد لله. يعني ايه؟ هتعيشي من غير جواز؟ لا يا بابا، هتجوز ولازم اتجوز امتى؟ لما ربنا يريد يا بابا. يا بنتي ربنا ما قالش كده. انت مضيعه حياتك وشبابك في الضحك واللعب والرقص، والناس لسانهم طويل. انت لازم تسمعي كلامي. يا بابا انا زي كل بنت، نفسي يبقى لي بيت واولاد، لكن في حاجه هنا انا نفسي مش عارفاها هي ايه. انا ما فكرتش في الجواز ابدا، لكن قلبي مليان حب الخير للناس. عارف يا بابا، انا لما بقدم خدمه الانسان محتاج ببقى في منتهى السعاده. ما هو يا هدى يا بنتي، لما تتجوزي وتسعدي جوزك وتخدمي اولادك هتعيشي طول عمرك في منتهى السعاده. تصبحي على خير. فهمتي حاجه من كلام بنتك؟ هدى رقيقة وطيبة وقلبها دايما مع الناس وتفكيرها في خدمتهم. انا ما اعرفش الكلام الفارغ ده. انا اديت كلمه للشيخ بشاره وهدى هتتجوز ونيس. انت عايزه تسودي وشي مع الناس؟ بلاش كلام فارغ. انا اسفه. أنا اللي متأسف. الله، هما راحوا فين؟ هما مين؟ أي خدمة يمكن أقدر أساعدك. تلامذة المدرسه. حلوين زيك ومعاهم سر. ايوه، مدرسه عين زحلته. ورا معبد جوبيتر. ميرسي. تسمح؟
نعم. هو فين معبد جوبيتر؟ ما تعرفيش معبد جوبيتر؟ لا. ولا معبد باخوس؟ لا. امال تعرفي ايه عن بعلبك؟ بعلبك بيعملوا فيها الفلكلور اللبناني. بس. وبيجوا فيها السواح. ده ايه المعلومات القيمة دي؟ حضرتك لبنانية؟ طبعا، ابويا لبناني وامي لبنانية وجدي طب كمان بس لبناني. بس شوفي يا ستي، هناك معبد جوبيتر إله الشمس، وده معبد باخوس إله الخمر، وهناك برضه معبد فينوس الإله بتاعك انتي، إله الجمال. وحضرتك بقى عرفت الحاجات دي لوحدك؟ لا، أنا بشتغل مرشد سياحي واسمي عادل. ميرسي. عن إذنك هروح ألحق زميلاتي. أنا اسمي سعاد. مساء. أنا متأسفة قوي، بقالي أسبوعين ما جيتش. اتفضلي. ربنا يباركك يا هدى ويملى نفسك بالسعادة، لأنك بتحب الفقراء والمساكين. المسيح قال للرجل الغني: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنزا في السماء، وتعالى اتبعني. عمل إيه الراجل الغني؟ مشي حزين. ليه؟ لأنه كان غني وما كانش مؤمن، وانت مؤمنة يا هدى، وأبوك راجل خير. انت رسول محبة يا هدى. أنا رسول محبة؟ ده رأيك فيا؟ محدش قال لي الكلمة دي أبدا، كلهم بيقولوا عليا وحشة وشقية. مسر، المزيك حرام. كل شيء بيغذي الروح حلال. الضحك حرام. المرح البريء مش خطيئة. أنا كنت عارفة كده، يبقوا مش فاهميني، يبقوا ظالميني. حتى أمي، حتى أبويا. أكرم أباك وأمك. أنا بحبهم. صلي من أجلي. وأنت كمان. أنا باي باي. باي باي. ضايقتك؟ ده أنا كنت بفتكر لما هتشوفيني هتسلمي عليا. مش احنا أصحاب؟ انت مخصماني؟ لا أبدا. مكسوفة مني؟ تسمح لي أمشي؟ طيب خدي اقري الكتاب ده، هيعرفك آثار بلادنا عشان ما تغلطيش تاني مرة في التاريخ. ميرسي. تسمح لي بقى؟ مع السلامة. تسمح لي؟ مع السلامة. صباح الخير. الو، صباح الخير. سواح من اليابان؟ طب وهنجيب لهم رز منين؟ على العموم اهلا وسهلا. كم؟ 150؟ ولا يهمك، خليك معايا. صباح الخير يا احمد. احجز لي في اوتيل فينيسيا عشان المجموعه اللي هتوصل على الطيران العربيه، وجهز 4 عربيات كمان، كل عربيه بالمرشد بتاعها. ايوه بيتكلموا ياباني. مع السلامه. كل شيء جاهز. مع السلامه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمود. مطلوب عربيتين، عربية لسواح أجانب وعربية لطلبة جامعة القاهرة. يا اهلا بيهم. عربيه السواح تقوم بيها ليلى، وعربيه الطلبه انا هكون معاهم. اسمح لي، أنا اللي عايز أقوم بيها. انا وانت واحد، بس دول مش سواح يا محمود، دول اخواننا وحبايبنا.
الطريق اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي طريق نبع الصفا. يا سلام، طريق جميل. ونبع الصفا مصيف مشهور جدا عند اخواننا المصريين، تمام زي ظهور الشوير. ونبع الصفا مشهور بالنبع الصافي المتدفق من راس الجبل، وعشان كده سموه نبع الصفا. أنا زعلانة. ليه؟ خير؟ تفوت علينا ولا تسألش؟ دي القهوة قهوتك والمطعم مطعمك، وانت غالي عندنا قوي ونتمنى نخدمك. أنا آسف، بس النهارده معايا ضيوف من مصر والبرنامج كبير وهم ما عندهمش وقت. ضيوف من مصر؟ أهم. يا ميت أهلا وسهلا، دول أهلنا وحبايبنا، ومش ممكن أبدا يفوتوا علينا من غير ما نقوم بالواجب ولو فنجان قهوة. إن شاء الله نتغدى عندكم. والغدا علينا، ها؟ يعيش لبنان وكرم لبنان. يعيش لبنان وكرم لبنان. يعيش لبنان وكرم لبنان. يعيش لبنان وكرم لبنان. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. مع السلامة يا جماعة، احنا مستنيينكم. مش ضايق منك حاجة؟ الله، أنت لقيتيها؟ مش هديها لك، اهيت. دي هدية وعزيزة عليا قوي. اتفضل. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا هدى. انت اين؟ في بعلبك. تاريخ بلدنا حلو قوي، عجبني قوي، لكن صعب قوي. ولا يهمك، خايفه اسقط في الامتحان. خلي قلبك جامد، قول يا رب. انت جميله، انت جميله، انت جميله، انت حلوه، انت بطاطا، انت شوكولاته تقعد كده اهو، وانت دومه تقعد كده اهو. أفندم. يا حفيظ، قلت لك 1000 مرة لما سقف ولا نادي ما تردش يا غبي. حاضر. ابعت هدى. ست هدى. ايوه. كلمي الخواجة يا طنوس. افندم، طلبات السياده؟ طبعا يا بنت ابو خليل، من ليه احبابه وناس اصحابه. مين بقى احبابه ومين اصحابه؟ لا يا شيخ، الواد اللي بتغزليه، الترجمان بتاع السواح. بذمتك ده واد ده؟ تعالي هنا. انت فاكراني ايه؟ انا افهمها وهي طايره. تحت امرك، عايز ايه؟ عاوز اكل. هتاكل. يا الياس. أفندم. تعالى شوف طلبات البيت. ما انت مش زبون، انت صاحب محل. أفندم. غور من وشي يا اخي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا بيك. لو اعرف انك جاي كنت فرشت لك الارض ورد. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. تحب تاكل دلوقتي؟ ايوه لو سمحت، بس عايز كوبايه ميه ساقعه. حاضر. اتفضل. ياه، دي تلج. الا قولي لي، راس النبي بعيد عن هنا؟ ابدا، خطوتين. يا سلام، ده منظره يجنن. تحب تتفرج عليه؟ بتوع السياحة اللي زيك لازم يعرفوه ويفرجوا عليه السواح. تحب تروح؟ يلا. بس مش هتعبك؟ ابدا،
تكرم عينك. يلا بينا. يلا بينا، ولما ارجع ابقى اكل. اوعى تقع، ماليش دعوه بقى، انت حر. استنى بقى العجاز. ايوه، لا بس على بالك، وين اللي هتقع؟ حصليني بقى. لا استنى لا تدوق. استنى يا بتاع السياحة. يا جدع يا كنت معايا يا بتاع السياحة. يا ترى رحت فين يا بتاع السياحة؟ يا رب ما يكونش تاه. يا رب يسمعني. يا ترى راح فين؟ ده لطيف قوي وشكله حلو، بس لو ما كانش اطول مني. وحياتك يا عطرة، وحياة حبي ليكي، انا عمري ما تركتك في حاجة وكسفتيني. خليه يسمع صوتي، خليه يعرف مكاني ويعرف اللي في قلبي. وحياتك يا عطرة. يا بتاع السياحة، يا ترى انت فين؟ خفت مني؟ افتكرتك تهت. تعالى ورايا. ايه معقول؟ هتحط رجلك هنا اهو، فين؟ وبعدين في هنا اهو على الصخرة دي، وبعدين على اللي جنبيها ده اهي. بس مش معقول. الله، هناك دي؟ انت خايف؟ ايه يا بتاع السياحة؟ تعال هناك ده الصخرة دي. يا ماما بتضحك عليا يا عبيد انت كمان. الله لا مش عايز اتفرج على راس النبي. انا راجع. طب هات ايدك يا طويل التيل، هات عدي يلا. هوب. طب استني شويه. عسل، محدش عايز من حد. مش قلت لك مش عايز اتفرج على راس النبي؟ يلا الميه ساقعه قوي. مش اجمد معقول. اجمد. طب استني شوية. استني شويه على مهلي. يا خبر ابيض. مش استني على مهلي قلت لك. استنى امسك. استني شويه. بشويش. يا هدى يا بنتي، أنا بصلي ليل ونهار إن ربنا يهديكي ويسعدك. نفسي أفرح بيكي بقى واستريح من كلام الناس ولسنتهم. ما هو يا بابا. أنا عارف اللي أنت هتقوليه، لكن الناس ما بترحمش، وأنا ما عنديش غيرك أنت وأختك. أنت اللي هتكوني مسؤولة عن أمك وأختك والمطعم. نهايته روح أنت، وأنا هوصل لحد البلد أقضي باقي الطلبات. مع السلامة. تعالي يا سعاد، رايحه فين؟ الله، حلوة قوي. عجباكي؟ ما هي بتاعتك، محدش هيركبها معايا غيرك. وحشتيني قوي يا سعاد. سعاد. اخس عليك يا عادل. الله. سعاد. نعم. انا بقالي قد ايه ما شفتكيش؟ 48 ساعة و12 دقيقة.
و7 ثواني. طب ايه رأيك انهم 48 يوم مش 48 ساعة؟ للدرجة دي؟ واكتر. بحبك، بموت فيكي، ما بقتش قادر ابعد عنك. طب تعالى بقى نقعد واحكي لي عملت ايه في ال 48 يوم دول. قصدي في ال 48 ساعة دول. شوفي يا ستي، اولا كان عندي تقرير مهم جدا لازم اكتبه واقدمه لمجلس الاداره، لكن لا كتبته ولا قدمته. ليه؟ انت السبب. كل ما اجي اكتب كلمه الاقيكي قدام عيني، كل ما احاول ابتدي تقعدي تعكسيني. طب هو انا كنت معاك؟ طبعا. هو انت بتفرقيني دقيقه ولا بتبعدي عني ثانيه؟ انت دايما معايا، في قلبي، في عينيا. تصوري ان انا ابتديت التقرير كده اهو. حبيبتي مجلس الاداره، انا بحبك جدا يا مجلس الاداره، بموت فيك يا مجلس الاداره، نفسي اقابل ابوك يا مجلس الاداره. طب ما هو ابو مجلس الاداره كمان نفسه يقابلك. هيحصل كده وحياتك. نبقى نتقابل في اسطوره. تحت امرك يا ستي. عادل بقاله مده بيلح عليا علشان اقول لك ان عايز يتجوز. عال مبروك يا ستي، اخيرا نوافق على رايي. هي بنت حبيب باشا تتعايب؟ حبيب باشا مين؟ دي واحده تانية خالص. ها؟ مين دي؟ واحده بنت غلبانه متواضعه من عيله بسيطه في الجبل، وابوها عنده مطعم فروش. الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده يا ست هاني. انا ابني يتجوز بنت واحد عنده مطعم فروش في الجبل؟ ده ولد مجنون. مش لازم نتكلم في الموضوع ده ابدا. اصل هو مستعجل قوي وقال لي يا ماما ما كنتش هتقولي له انت، انا اللي هقول له بنفسي. طيب سيبيني انا هتصرف معاه. بس وحياتك يا باشا، انت عارف ان عادل ابني الوحيد. ما هو ابني انا كمان. على كل حال ما تخافيش، انا مش هزعله. فروش قال ليه واحنا جعانين؟ قال لي بحبك، انا كمان بحبك. قال لي مش هقدر ابعد عنك، يعني انا اللي هقدر ابعد عنه. حاضر يا حنين، يا منبع الحب والسعادة، نوري لي طريقي. قال لي انه هيقابل بابا، وطبعا بابا هيفرح بيه وهيرضى وهبقى عروسه. وسمعيني الكلمة اللي بستناها منك. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا عادل. انا جاي اكلمك في مساله تخص مستقبلي. ابن حلال، تعرف انا لسه كنت هطلبك دلوقتي حالا علشان اكلمك في المساله اللي تخص مستقبلك. هي ماما قالت لك؟ يا ابني وانا مستني لما حد يقول لي انا ليا مين غيرك ادور على مستقبله. يعني موافق؟ موافق؟ هو انا بس اللي موافق؟ ده كل اعضاء مجلس اداره الشركه موافقين. مجلس الاداره؟ ايوه مجلس الاداره كله موافق بالاجماع على تعيينك مدير عام الشركه. مش لانك ابني، لا ابدا، ده علشان الكفاءه اللي اظهرتها طول ال3 سنين اللي فاتت. يا ابني انت جدير بالمركز ده. مبروك يا عادل. انا متشكر يا بابا. انا واثق ان يهمك مستقبل عملي، وطبعا يهمك ان اكون سعيد في حياتي. طبعا طبعا طبعا. انا اخترت لنفسي عروسه وعاوزك تخطبها لي. انا طبعا واثق انك اخترت العروسه اللي تشرفك، بس يعني انا شايف ان الموضوع ده سابق لاوانه. انت دلوقتي يا ابني قدامك سفريه خطيره جدا، لازم تكرس لها كل وقتك وتبذل فيها كل مجهودك. انت هتسافر الخارج علشان تمر على فروع الشركه وتعرف سير العمل ماشي ازاي، ولما ترجع ان شاء الله نبقى نتكلم في الموضوع ده. بس يا بابا. ايوه يا ابني انا قلت لك خلينا دلوقتي كده، الاهم فالمهم. جايه منين يا ست الحسن؟ جايه من الكنيسه. يا سلام على التقوى. وبتعملي ايه في الكنيسه؟ بودي هدوم للايتام كده. انت عايز مني ايه؟ انا بحبك، بحبك وانت مستقل عني. ما اقدرش اعيش من غيرك ابدا يا هدى. اسمع يا طنوس، انا عايزاك تفهمني. احنا صحيح ولاد بلد واحده وانت ما تتعبش، لكن اعمل ايه؟ قلبي مش في ايدي. انت لازم تشيل الحكايه دي من دماغك. يعني الواد الترجمان هو السبب؟ لا يا طنوس، الترجمان ملوش دعوه. انا عمري ما بصيت لك الا كاخ. اشمعنى الكلام ده ظهر دلوقتي بس؟ وهو في كان بيني وبينك حاجه قبل كده؟ شوفي بقى، البلد ما بقتش تساعنا احنا ال3. يقطع رجله من هنا، يقتلك، يقتل نفسي.
انما لا يمكن تكون لغيري ابدا. مزروعة مزروعة جايين نايم بالنار وبتضل موجوعة تحت الأرض النار. مزروعة مزروعة جايين نايم بالنار وبتضل موجوعة تحت الأرض النار. مطويه مطويه بالعز وبالأشعار بتموج وبتكيه عالزنبق ليل نهار. مطويه بالعز وبالأشعار بتموج وبتكيه عالزنبق ليل نهار. مطويه مطويه بالعز وبالأشعار بتموجي ومتكيه عالزنبق ليل نهار. البيوت البتلالي عطلالي وخلف تلال عالي وردة عالي وزراره ما تنطال. وصلني وصلني اتركني لا تسألني وعشان اسم حملني وش لحمي بهاك الدار. حلياني وغرقاني بالغيمة وبالشربين يا بني تعباني بعينيها الحلوين. بكتني ايامه والبيت الحلو خيامه عالباب القدام وفي وردة وبنك جدار. كرمك الله يزيد والمشاشة هون وهون الخير معنا ايده وعم بيغني عالكون. فتحت لحالك طاقة عالأرض المشتاقة يلي قلبك باقى حب وألفة وقمار. مشوح مدري منين وينك يا لفتات العين تودينا وترك تختار. ولاقونا يا أهل الدار ولاقونا يا أهل الدار. مطوي 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 بالعز وبالأشعار. صوتك كده خليتيني مجرم، خليتيني اقتل واحد علشان بغير عليكي، علشان بحبك. الرصاصة دي كانت ليكي، لقلبك اللي زي الحجر. تو انا بكرهك 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 بكرهك. ضروري انت السبب. تصرفاتك الغلط وتفكيرك الغلط هم السبب في اللي حصل. شوف الناس بتقول علينا ايه. ما تصدقش كلام الناس، دول كدابين. انا ما شجعتوش، ما فيش بيني وبينه اي حاجه، ما قلتلوش ريحتي. ما تظلمنيش زيهم يا بابا، انت ابويا وعارف بنتك شكلها ايه. انا ما اخطأتش، انا بحب الناس كلها زي ما بحبكم بالظبط. بحس بان دول اخوات ليا. عمري ما كنت اتصور انه ده غلط ابدا. صدقني يا بابا، صدقني انا ما اخطأتش. انا قلت رأيي وجوازك لازم يتم.
انت سرحانه في ايه يا هدى؟ انت ندمانه علشان سبتي الدنيا؟ انت بتفكري ترجعي تاني؟ انت ليه حزينه؟ انت مش في موقف تأمل. منين جبت الكتاب ده؟ كان معايا لما جيت. دخولك الدير قطع ما بينك وبين العالم، وما يصحش يكون معاكي كتاب زي ده. حبيت اتسلى فيه. احنا هنا بنتعلم النقد والشعر والادب. النقد في المدرسه. تصرفك ده غير مرضي. تعالي معايا. الكتاب ده كانت بتقرا فيه بدل ما تتعبد وتصلي. دي مش أول غلطة بتعملها. أنا رأيي إنها غير صالحة. تعالي يا بنتي، قربي. أنا هشوف الموضوع ده بنفسي. متشكرة. انت بتحبي الشعر؟ انا كمان حبيت الشعر وقريت الكتاب ده واسعدني بعض الوقت. الشعر غذاء للروح والنفس، وشوقي بيه امير الشعراء. سجى الليل حتى هاج بي الشعر والهوى، وما البيد الا الليل والشعر والحب. ملأت سماء البيد عشقا وأرضها، وحملت وحدي ذلك العشق يا رب. بس ده كان زمان. خدي كتابك يا بنتي، يمكن تتعلمي منه هدف حب الناس، حب الخير، لأن ده هو الحب الحقيقي والسعادة الكبيرة. ادعي على هداية نفسك وصلي عشان توصلي لطريق المحبة والخلاص. أظنكم ملاحظين إن الكنيسة دي مبنية بطريقة هندسية حديثة تمتاز بروعة البساطة، وما فيهاش أي زخرفة من اللي موجودة في الكنائس القديمة. وطبعا السبب معروف، لأن كثرة الزخرفة ممكن إنها تصرف المتعبد عن عبادته ولو لبعض الوقت. ودي آخر حاجة هنزورها النهاردة في دير مردم. اتفضلوا معايا. هدى، انت لسه سرحانة؟ ايه اللي جابك هنا؟ تعالي معايا عند ريسة.
تعالي يا هدى. ضروري كان في سبب مهم لوقفتك في الجنينة. ما تخافيش، صرحيني. ايوه. اقدر اعرف؟ غصب عني. يهمك امره؟ ايوه، سامحيني. يا بنتي، حياة الرهبنة مش هي التقشف ومنع النفس وحرمانها. حياة الرهبنة هي السعادة. التقشف فيها وسيلة لسعادة النفس وسعادة الناس. كل إنسان يتمنى السعادة ويسعى لها. يمكن سعادتك تكون في مكان تاني تعيشي فيه، وتكوني فيه أسرة، وتكوني فيه زوجة صالحة وأم فاضلة. اخرجي للحياة. مش ممكن. أنا وهبت نفسي لخدمة الرب. سعادتي هنا، سعادتي في خدمة الناس كلها. خليني معاكم، أبوس إيدي وحياة العذراء اقبلي رجايا. امتحني نفسك مرة تانية، اتجوزي، اسعدي زوجك، ربي أولادك، وبكده تكوني أسعدتي مجتمعك الصغير. وما تخافيش، هنفضل دايما أصدقاء، وأبوابنا دايما مفتوحة علشانك. انا مش حلفت لك اني مش هتاخر عليكي.
وهكتب لك كل يوم جواب. ما كانش في حاجه في الدنيا تخليني اسيبك واسافر، لكن غصب عني. انا مش عارفه اعمل ايه من غيرك. ما بلاش الدموع دي بقى. مش مصدقاني؟ طب وحياة عينيك الحلوين دول اني اول ما شفتك وانتي ملخومه وغرقانه في شبر ميه، وكنتي تايهه في بعلبك ومش عارفه اي حاجه، ساعتها حبيتك. وبعدين شفتك في المطعم وشفت هدى، لقيت نفسي بحبك اكتر، وعرفت انك هتبقي ليا وهتكوني مراتي. ومن ساعتها وانا ما بفكرش في اي حد في الدنيا غيرك. وتعرفي لما غبت عنك ال4 ايام دول كنتي معايا، دايما معايا. وعشان كده هتسيبني وتسافر؟ غصب عني، مسؤوليتي كبرت، لكن انا دايما معاكي وهتكوني دايما معايا وانا مسافر. وحياتي وحياتك هتكوني ليا طول العمر. طول العمر. سلسلة في المكرونة؟ اسمع يا نعم يا فندم. أنا لقيت سلسلة في المكرونة. سلسلة في المكرونة؟ أنا آسف أوي يا فندم، لا مؤاخذة، مش هتتكرر تاني، عن إذنك. ايه ده؟ بلا انت ما شفتش السلسله بتاعتي؟ ما تحل عني بقى. يا باي انت نعم. ما شفتش السلسله بتاعتي؟ أوه. اوه كتاكيل البلا في دمك. انت يا جليله عايزه ايه؟ فين سلسلتي؟ ما شفتيش سلسلتي؟ سلسلتك دي ايه؟ سلسله الذهب اللي انت سرقتيها. اخرسي قطع لسانك. انا قطع لسانك؟ انا قطع لسانك انت بقول يا ليله الادب. ها والله لازم افتشك يا حراميه. تفتشيني يعني ايه؟ تفتشي بقى يا هدى. بطلي بقى على عيبك دي. والله ما حد حرامي غيرك. انا حراميه؟ طب والله لا طلع المدير. شفتوا بقى؟ اوعى من سكتي يا حراميه. سلسلتي دي ايه؟ سلسلتي سرقوها مني في المطبخ. هو أنت؟ اه. وإيه اللي جابك هنا؟ جاي اشتكي للمدير. تشتكي مين؟ اللي سرقها. مين اللي سرقها؟ اللي اداها لك. تغلبيها كده ليه؟ وانت مالك؟ امشي خدي حسابك وروحي. هو حضرتك المدير؟ أيوه. يخرب بيتك. ها؟ يخرب بيتي انا. أنا عندك. دوري. امشي. اقعدي. اقعدي. حط رجل على رجل. يلا. قومي.
امشي من هنا. اقعد. حط رجل على رجل. تاخدي كام 100 ليرة في اليوم؟ في الشهر، وبنام في المخزن كمان. مالكيش اهل أبدا ولا بيت؟ أبدا. متجوزة؟ متطلقة؟ اسمك؟ هدى. هدى. ما ينفعش، لازم تغير. هو إيه اللي مانع؟ الاسم مش ارتسيك. لا. بنات غيري كتير بتغني صوتهم احلى كتير من صوتي. يا سونيا يا سونيا. لكن القلب اللي بيسمعني بيقول صوتي انا فيرنوتي. يا سونيا يا سونيا. فيري 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 نوتي. 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 وانا مش نوتي انا مش نوتي، انا طيبه انا زي القطه. لكن الغنوه اللي بغنيها كل ما اقولها بتنقص حته. قول يا داما قول يا حلوه، عايزين نسمع كل الغنوه. لا ما اقدرش، ده سر المهنه، هو ده سر حلاوه سونيا. سونيا هي حبيبتكم سونيا، جات لكم من آخر الدنيا. سونيا أنا حبيبتكم أنا حبيبتكم، وانتوا كمان صوتكم ده حبيبي. يا سونيا يا سونيا. لما بسيبكم وابقى لوحدي بيوشوشني هالو هالو بيبي. يا سونيا يا سونيا. هالو 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 بيبي. 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 وانا مش بيبي انا جن مصور، انما قلبي لسه صغير. لما بشوفكم بس بيكبر من فرحته بيغني ويسهر. قول يا داما قول يا حلوه، عايزين نسمع كل الغنوه. لا مش ممكن، لا ما اقدرش، هو ده سر حلاوه سونيا. سونيا هي حبيبتكم سونيا، جات لكم من آخر الدنيا. سونيا سونيا هي حبيبتكم سونيا، جات لكم من آخر الدنيا. سونيا سونيا هي حبيبتكم سونيا، جات لكم من آخر الدنيا. سونيا
ده اعجاز، دي فتنه. 30 سنه لفيت كباريهات العالم وصلاتها، ما شفتش لا اروع ولا احلى ولا اجمل من كده. ميرسي يا باشا. صدقيني ده مش كومبليمون، دي حقيقه. انا لفيت الدنيا كلها ما لقيتش احسن من كده ولا اجمل من كده ولا احلى من كده. فلوسي كلها تحت امرك. الشيك ده انا ماضيه، اكتبي المبلغ اللي يعجبك. متشكره قوي. انا منتظرك تحت في عربيتي. اهلا سعاده الباشا. اهلا. ده شرف كبير قوي يا سعاده الباشا. انا اهنيك يا فؤاد بيه على التحفه الغاليه دي. متشكر قوي يا باشا. انا منتظرك تحت في العربيه. مع السلامه يا باشا. بس. مع الف سلامه. متشكر جدا. مع الف سلامه. ايه الراجل المجنون ده؟ ده احمد البندقجي باشا. اتفضل يا سيدي، كاتب لي شيك على بياض. في ايه؟ فيها ايه؟ انت عارف عايز ايه؟ عارف. وانت موافق؟ فيها ايه؟ فيها ايه يعني ايه؟ يعني يا ستي 10,000 ليرة. اتفضلي. وبعدين؟ وبعدين بكرة 20,000 وبعده 100,000 وبعده نص مليون، يعني وصلتي. واخرج معاه. وتقدري ما تخرجيش. الشغل هنا عايز شطارة، ذكاء، فهلوة، تشغيل مخ. ممكن تاخدي كل حاجة وما تديش حاجة أبدا. ممكن ما تاخديش حاجة وترجعي المطبخ تاني. فكري كويس. فكري. Rien ne va plus. Premier rouge, impérimente. 6 premiers, 4 premiers, c'est bon, là. أكيد. ازاي؟ دي تمنها 7,000 ليرة. طب ارهنها عني. آسف يا مدام، هنا مش محل رهانات، أنا بأدي خدمة بس. طيب هات. ميرسي. أهلا بالأمر. إيه مالك زعلانة ليه؟ خسرت كل فلوسي ولا يهمك. والشيك كمان. في جزمتك. أي خدمة من شير؟ دي مفاتيح عربيتي. عايز 10,000 ليرة. يا حبيبي. انت عارف انا شاريها بكام وما ركبتهاش الا اسبوع واحد. انا خسران 30,000 ليرة وعاوز اعوض فلوسي. مين بقى الشاطر اللي شطب على الصوت بتاعك؟ صلاح بيه شطب على الترابيزه كلها مش على الصلد بس. صلاح بيه راجل شاطر، انا عارفه كويس، وراجل لارج كمان. بكره لما تعرفيه هتحبيه. انا ما بحبش حد. اتفضلي. ايه ده؟ لكن انا ما طلبتش منك حاجه. وانا ما خدتش منك حاجة. امال بتلعب ليه؟ مش قلت لك ان صلاح بيه راجل لارج؟ اها. سيب الشيك على المكتب وروح شوف شغلك. حاضر يا فندم. اسمع يا فندم، فتح عينك كويس، انت امبارح كنت حمار على الترابيزه. انا الليله دي حظي A1. اتفضل. هايله. بقى صلاح بيه ده هو اللي طعم مش كده؟ عندي منه 12. مهم دول بقى يحموا اللعب ويخلوا المغفلين تقاع. شفت انت كعيت ازاي؟ ده انت هايل قوي. كل اللي انت شايفاه ده صنع ايديا، ملكي. فاهمه يعني ايه ملكي؟ بس انا عمري ما هكون ملك لحد. لكن انا مش حد. ما تبقيش عبيطه.
انت علمتني كده، اخد وما اديش. لكن انا فؤاد. حلوه دي. وانا سونيا. كل ليلة أحلى من اللي قبلها، وكل يوم بتزيد عن يوم. بيروت كلها بتتكلم عن سونيا وجمال سونيا وطعامة سونيا وشياكة سونيا وفنها. الفضل يرجع لك يا فؤاد بيه، انا تلمستك الصغيره. أنا لسه ما عملتش حاجة أبدا. بكرة هتشوف أنا هعمل لك إيه. هتوجك ملكة، هخلي اسمك يسطع في كل مكان. سونيا سونيا سونيا. انا سونيا وانت ملك الليل. سونيا، أنا من رعيتك. كلمة ما قلتهاش لحد أبدا قبلك. كده؟ أنت بقيتي في قلبي. هنا. من امتى؟ من يوم السلسلة. الله، احنا مش قلنا ناخد وما نديش؟ ودي الفلوس دي البنك لحساب المدام. لا، رجع الفلوس مطرحها يا مرسال وسيبنا شويه من فضلك. انا هشتغل لوحدي، هفتح كازينو باسمي. كازينو؟ ايه، ما اقدرش؟ دي شغلانه بسيطه قوي وتافهه وتعلمتها من الالف لليه. البركه فيك طبعا يا فؤاد بيه. بتتكلمي جد؟ يعني عايزه تستغني عني؟ يعني سونيا، انا فؤاد. ما انا عارفه انك فؤاد. لا، ما انتش عارفه حاجه ابدا. لو واحده غيرك وتحدتني انا انسفها. ها؟ ليكي حق تضحكي. انا لا استاهل. انا اللي طمعتك واديتك كل حاجه. دوسمون دوسمون فؤاد بيه، على مهلك شويه. بيروت كلها بتيجي هنا علشان سونيا. في سونيا في شو، مفيش سونيا مفيش شو. لا يا سونيا،
ابدا. انا بديلك 50% من مكسبي، مش عشان شغلك، عشان انا حبيتك. سونيا، مش فؤاد ملك الليل هو اللي بيكلمك، ده فؤاد اللي عرف الحب لأول مرة وضحى ومستعد يضحي عشانك. طلباتك يا سونيا. $70. موافق. موافق؟ ايوه. 80%. موافق. موافق. بس ما تسيبينيش. يا فؤاد بيه، قبل ما اوصل البيت لازم يكون العقل معايا، مفهوم؟ أنا كان قلبي حاسس إن بابا تعبان. أنا خايفة يجرى له حاجة وهو غضبان عليا. مش عارفة أتصرف إزاي. عزيزة، من فضلك تسيبيني لوحدي شوية. فؤاد دي منتظر حضرتك بقاله نص ساعة في الصالون، أقول له إيه؟
مدام تحبي اقول ايه لفؤاد بيه؟ قولي لفؤاد انا هجيله بعد ساعه في المكتب. من فضلك. خلي الشوفير يطلع العربيه الصغيره. حاضر. مش هشتغل. انت مصممه تشتغلي لوحدك؟ مش هشتغل خالص. يعني ايه؟ هقعد في البيت. بعد اللي عملناه؟ المجد العريض ده كله تهدميه في ثانيه واحده؟ فوقي نفسك، فوقي. فعلا انا فوقت لنفسي وده قراري الاخير. مش معقول. انا حر. لا يا هانم، ما انتش حره. اقري العقد كويس. انت ما تقدريش تسيب الشغل ابدا. يعني ايه؟ يعني لازم تنفذي العقد وتحترمي امضائك. كده؟ ما هو يا حبيبتي من غيرك لا هيبقى في كازينو ولا فؤاد ولا حاجه ابدا. قلتي ايه؟ حاضر يا فؤاد بيه، حاضر. Banco au numéro 3. 50 000 de banco. Banco demandé. Madame, s'il vous plaît. Banco demandé. Huit à la pompe. 9 à la banque. 300 lire. Bon pour la banque. 95 000 de banco. Qui fait banco, on peut faire encore. Projet 250, 200, on peut faire 500 d'effets. Rien va plus. À monsieur, s'il vous plaît. À monsieur. 50. سونيا بتلعب بجنون وعماله تخسر. بانكو توبان. صلدي. ايه ده يا مدام؟ عقد ب 80% في الكازينو والكلاب. مليون ليرة. انت جننتي؟ كارت؟ كارت s'il vous plaît. Pas de carte. Tournez les cartes. 6 à la banque. 7 à la pompe. تخسر يا باشا. يسعدني اقدم لكم الباليه الاسباني الخطير فرانكو وفرانكا. طبعا كلكم عايزين تعرفوا فين نجمتنا المحبوبه سونيا، ويؤسفني اقول لكم ان سونيا مش هتكون معانا الليله نظرا لاصابتها بمرض مفاجئ، لكن اوعدكم انها هتكون معانا بكره ان شاء الله. ميدام اي مسيو، ليديز اند جنتلمان، باليه العالمي فرانكو فرانكا. وبعدين بس يا فؤاد بيه، بقالنا 7 ايام وكازينو من غير سونيا، هنفضل كده نكذب على الزباين لحد امتى؟ نصبر كمان يومين لحد ما اعصابها تهدى.
حادثه موت الباشا اثرت عليها. ايوه بس احنا هنعمل ايه؟ هنسكت الزباين دي ازاي؟ انا هتصرف. صح. الو. اديني من فضلك مدام سونيا. سونيا ما عندناش الاسم ده. وبعدين يا هدى كملي. وبعدين طبعا خفت ارجع نبع الصفا تاني، فرحت اشتغل عند راجل عجوز انما غني قوي يا ماما. وفين الراجل الغني ده؟ ده مات وخدت كل املاكه والقصر ده كمان. ليه ما كانش له اهل؟ ما كانلوش حد غيري. ملوش حد غيرك؟ ايوه يا ماما، اصل اتجوزته قبل ما يموت ب3 اشهر. الو افندم، ما قلت لك ما عندناش الاسم ده. ايوه يا فؤاد. ايوه ايه؟ 15 يوم لا حس ولا خبر، ايه الحكايه فهميني. شوف يا فؤاد، ما تحاولش تسألني عن سبب غيابي ابدا، دي حاجة تخصني انا بس. ايه؟ حد جديد؟ لا، حب جديد. حب جديد؟ حب يمكن انت ما تحسوش ولا تعرفوش. حب امي واختي. يا شيخه خضتيني. الحمد لله على سلامتهم. ربنا يخليكي ليهم ويخليهم ليكي. بس 15 يوم كفايه قوي. انت ست عندك مسؤوليات، والكازينو من غيرك نقفله بقى احسن. انت ناسيه اننا عايشين من الكازينو واللعب والقمار. ارجوك ما تجيبش السيره دي هنا. هنا بيت امي واختي. من فضلك مره تانية ما تبقاش تجيني هنا، فاهم؟ هلا هدى. هاي يا حلوه، اختي سعاد. اهلا وسهلا. الاستاذ فؤاد وكيل اعمالي. اهلا بيكي. طب استاذن انا بقى وبتصل بيكي في التليفون. مع السلامه يا استاذ فؤاد. ميرسي. في بيروت، في البيت، بيت هدى اختي. لما اقابلك احكي لك على كل حاجه. وحشتيني قوي يا سعاد، عاوز اشوفك. انت اللي وحشتني قوي. انا كمان عايزه اشوفك. فين؟ ايوه عارفاه، بس اخرج ازاي؟ حاولي يا سعاد، لازم نتقابل. لا ما اقدرش. ولا اقول لك هبقى اكلمك في التليفون. من عليا الاثنين، سوق بسرعة ولا يهمك. يا اخي ما تسمعش كلامي. قول له يهدي السرعة. أول بتحبيني ولا لأ؟ مش هقول لك الا لما تقول له يهدي السرعة. سامعني؟ مش هقول اني بحبك. إيه؟ يعني مش هقول اني بحبك. مش سامع. قرب هنا وقول. حاضر. قولي بقى. اولا انا زعلانه منك. وثانيا مش لما اكمل اولا كملي. ما كانش لازم اوافقك واجيب معايا اللبس ده عشان تفضل توقع لي قلبي نص ساعه وانت في الميه. هو قلبك وقع. طبعا مش خايفه عليك. وثانيا وحشتني. وثالثا مش هقول. عارف طب قول. بتحبيني. برضه مش هقول. سعاد. ايوه يا سعاد انت فين؟ انا جايه اهو. هاي. هاي. عايزه اقولك حاجه يا هدى. قولي يا حلوه. النهارده ماما هتتغدى بره. قديمه وعارفه. لا. طب اقولك حاجه تانية. قولي. قولي اوام لحسن هموت من الجوع. فاكره عادل؟ مين عادل؟ بتاع السياحه اللي كان دايما بيجي يتغدى عندنا في المطعم. ماله؟ جاي يزورنا بكره. عارفه جاي ليه؟ عشان يخطبني. اصله مستعجل وانا كمان. مبروك. يلا نتغدى. ميرسي، ماليش نفس.
الغدا جاهز يا فندم. نازله حالا. اهلا هدى، ازيك؟ وحشتيني، بس اوعي تقولي لي تعالى ما افرجك على راس النبع تاني. اما دي كانت حته وقعه مش قادره انساها ابدا. اتفضل يا عادل بيه. انت اتغيرت كتير مش كده؟ كلنا اتغيرنا، الزمن بيغير الناس. تحت امرك. سعاد قالت لي انك عايز تكلمني. ايوه، انت عارفه ان انا وسعاد بنحب بعض، وانا متاكد انه يسعدك ان احنا نكون لبعض. ولا عندك مانع؟ بالعكس، ده اسعد يوم في حياتي. مبروك يا عادل، الف مبروك. يوافقكوا اجي انا وبابا وماما يوم الاحد الجاي؟ اهلا وسهلا، ربنا يتمم بخير. مع السلامه يا عادل. يضوح. اما عليك يا عريس يا سعاد زي القمر، اسم ورسم وكاس مفيش كده. بنت تكونيش عايزه تتجوزيه؟ ما يضرش. الله، بهزر. اما اطلع بقى استعجل هدى يعني. انتوا انستونا وشرفتونا، بس كان نفسي اتعرف بالهانم، كانت تكمل سعادتنا، لكن يظهر ما عندناش حظ. الف بعد الشر عليها. لا لا لا، سيبك انت عايزه ام عادل علشان تطمني على حماد بنتك. على كل حال اطمني، ولا ايه يا عادل؟ حماد بنتك ست اميره وسكره وتتاكل اكل. كمان يا بابا حماد ابنك زي السكره وتتاكل اكل، شعر اصفر وعينين خضر. ما خلاص يا باشا، احنا راحت علينا. لا فشر، ما لسه بدري قوي قدامنا. سامعه يا سعاد عمك بيقول ايه؟ بيهزر يا ماما. لا بيهزر يا ماما. اهو انتوا كده يا بنات، الواحده تكبر وتربي، واول ما يجي العريس تنسوا الدنيا واللي فيها. طبعا طبعا يا ست هانم، ربنا يهنيهم.
احنا يعني ورانا ايه غير سعادتهم؟ مظبوط. اهلا اهلا، نورت البيت يا باشا. مبروك يا عادل. اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا، اتفضل. عادل. افندم يا بابا. هي دي اخت عروستك؟ ايوه يا بابا. مش معقول. هدى هانم. افندم. أنا كنت عايز نقعد مع بعض نتكلم لوحدينا. اتفضل. تحت أمرك يا باشا. أنا فضلت نكون لوحدنا علشان ناخد حريتنا. دي مسألة عايزة الصراحة، مش كده يا مدام؟ طبعا. أنت طبعا يهمك راحة أختك. مفيش شك. تفتكري إنها هتكون سعيدة مع ابني؟ والله الاتنين بيحبوا بعض. وده حب ممكن يعيش؟ قصدك ايه يا باشا؟ قصدي إن ابني عادل ما يعرفش كل الحقيقة عنكم. كان واجب عليكي تقولي له مين هي مدام سونيا اللي هيناسبها، لأنه ما يعرفش إن مدام سونيا امرأة لها ماضي، وإنها نجمة بيروت، الاسم اللامع في دنيا الليل والكباريهات والبارات ونوادي القمار، وسط ما ترضاش عنه العائلات الكريمة. وأكد لك إن لو كان ابني عادل يعرف مين هي ملكة الليل ما كناش تشرفنا بزيارتكم. أنا آسف أوي يا مدام سونيا، إنما أنا واثق إن ابني عادل هيعرف إزاي يصون نفسه وكرامته. عادل مش ممكن ينضحك عليه. عن إذنك يا مدام سونيا.
ماما، أنا عارفة إنك غضبانة عليا، عندك حق، لكن أنت دلوقتي بين أيادي الله، شايفة اللي محدش قدر يشوفه، شايفة الحقيقة. يا ترى لسه قلبك غضبان عليا؟ ماما، أنا يمكن غلطت لما سبتك، ويمكن غلطت لما سبت الدير، وغلطت في اختيار الطريق، لكن ما غلطتش أبدا في هدى بنتك. أنا عمري ما احتجت لوجودك جنبي زي ما أنا محتاجة له دلوقتي. ماما، ماما، مع السلامة يا ماما، مع السلامة يا ماما. اتفضل. البقية في حياتك. ميرسي. أنا متأسف على كل اللي حصل. أنا عارف إن أنا ارتكبت أكبر غلطة في حقك وفي حق هدى. ما كانش لازم أوافق أبدا على تصرفات أبوي. هو ده رأيه، بس هو كان غلطان، وأنا كمان كنت غلطان. أنا عارف إن قلبك كبير، وإن حبنا لبعض أكبر من أي حاجة في الدنيا. سعاد، اشرب. بترفضي؟ أنا بنفذ رغبة أبوك. هو قال إن في فرق كبير بيننا وبين بعض. ده صحيح. أحسن لك تدور لك على واحدة يرضى عنها الباشا والدك. ده رأيك النهائي؟ شوف يا عادل، أنا ما أقدرش أنكر إني حبيتك. حتى بعد كل اللي حصل ما قدرتش أمنع نفسي من حبي ليك. لكن أنا ما انفعكش، ومش هقدر أشرفك لا قدام عيلتك ولا قدام الناس. اسمعي يا سعاد، انت عندي بالدنيا كلها، اهم من عيلتي واهم من الناس. احنا يا سعاد، احنا مش ممكن ننفع لبعض. عن اذنك. مش عايز ولا كلمة. حاضر يا سيدي، مش هتكلم. أنا معاك إنها خسارة كبيرة خالص وما تتعوضش. إنما يعني بس هنعمل إيه؟ ها؟ مش بقالنا شهر بحاله ما خليناش حتة في بيروت ما دورناش فيها، وبرضه مش عاوز تصدق إنها اختفت. بلاش دي. الناس والجرايد والعالم كله بيقولوا إنها انتحرت، وأنت برضه مش عاوز تعترف. وبعدين؟ ما هي المصيبة انك بتحبها. انما يعني
مش نفوق نفسنا كده شويه نمشي امورنا ونحاول نرجع اللي ضاع؟ ولا ناوي تقعد ساكت؟ تقعد ساكت لحد ما الست اختها يضحك على عقلها واحد ويتجوزها ويتمتع بقى، يتمتع بالنعيم وبالعز اللي انت اسسته بتعبك وبمجهودك وبشقاك لحد ما لهطته الست سونيا. بتبص لي ليه؟ هو ده اللي هيحصل، هي دي الحقيقه. سعاد دلوقتي بقت صاحبة 80%. وقد ايه؟ لازم نتصرف وبسرعه قبل ما الست هانم تقول لنا بره. احنا مش لازم نيأس، وانا متأكد 100% انها هترجع لبيتها تاني. هترجع لاختها اللي بتحبها واللي كلمتنا عنها كتير قوي. ياه، ده انت غالية عندها خالص، وغالية عندنا احنا كمان عشان خاطرك وخاطر العيون الحلوة دي وخاطر اختك. انا في خدمتك. ميرسي. الا ميرسي دي؟ لا اهو انت بالشكل ده هتزعليني. لازم تعرفي ان انا مش غريب عنك. لازم تتأكدي ان انا وكل ما امتلك اللي هو من فضل اختك تحت امرك وامر العيون الحلوة دي. بس انا بقى مش عايز اشوفك زعلانة. حرام العينين الحلوة دي يبان فيها الزعل. حرام الشفايف الطعمة دي ما تبتسمش. يلا ابتسم. ابتسم يلا. ابتسم. انا تحت امرك وفي خدمتك. ولا اقول لك هفوت عليكي بالليل، يمكن تحبي تشمي هوا في حته، تتعشي، ترقصي، تروحي سينما. لا مش وقت. تحت امرك. الساعه 8 كويس؟ كويس، ها؟ اتفقنا. بتوحشيني قوي. مع السلامه. وده الرولات. كل اللي شفتيه ده ليكي فيه 80%. يعني مش هتتعبي في حاجة أبدا. سيب الحمل كله عليا أنا وفلوسك هتجيلك لحد عندك. ولو إن من رأيي المخلص إنك تديري أعمالك بنفسك، لأنك في نظري ما تليش موهبة عن أختك أبدا. ها؟ انا بفكر ان ابيع ده كله. بتقولي إيه؟ غلط كون يبيع كل ده ووهبه للفقراء؟ لا ما أقصدش. إنما الغلط إن إحنا نتصرف في حاجة مش بتاعتنا. مش يمكن هدى ترجع تاني. أنا شخصيا مش مصدق كل اللي بيتقال عليها. يا ريت. أنا من رأيي إن إحنا نصبر شوية. نصيب الآخر تحت أمرك. بيعيه وهبيه للفقراء. بس أرجوك توعديني. اوعديني ما تتصرفيش دلوقتي في حاجة. توعديني؟ ها؟ طيب. متشكر قوي يا حبيبتي. تحبي تتفرجي على البرنامج ده هايل. لا ميرسي. تحت امرك. افوت عليكي بالليل. ربع. مع السلامة. يا سلام يا سلام عليك يا مايسترو كده وانت بتقسم. مفيش منك والله، ما في منك ابدا. بس اسمع، اوعك تفوتها لحظة واحدة. خليك كده على ودانها. مين عارف، مش يمكن يعني تجد في المسائل مسائل. عادل يعني؟ يمكن. لا ما تخافش، انا مالي ايدي كويس. بس انا بقى يا فؤاد بيه الحقيقة يعني مش مطمن. من ايه؟ سونيا ترجع تاني؟ سونية مين بس؟ هو في حد برضه بيرجع من الموت يا مايسترو؟ يا ابنتي
لماذا تقدمت ساجدة وماذا تطلبين؟ أطلب أن أكون راهبة. عن اختيار منك أم عن غصب وكره؟ عن اختياري وكلية شوقي. أريدك أن تعلني ذلك. باسم الآب والابن والروح القدس. يحضره الثالوث الأقدس. أنظر لله نذور الطاعة والعفة والفقر، وأتعهد بحفظها بنعمة الله. آمين. عادل بيه، تأمري بأي خدمة؟ أنا جاية من عند سعاد هانم. مش حرام لما بنت زي دي تتبهدل من واحد ما فيش في قلبه رحمة؟ أنت تقربي لها؟ لا، معرفة وأمانة في رقبتي. أنا خايفة عليها يا عادل بيه من فؤاد. فؤاد شرير، فؤاد ما عندوش ضمير، مسيطر عليها، أسيرة بين إيديه. اوعى تصدق إنها ما بتحبكش، اوعى تصدق إنها بتحب فؤاد، أبدا أبدا، وشرفك يا عادل بيه. سعاد منعتني أدخل بيتها علشان خاطر فؤاد، لكن أنا مش هسكت حتى ولو أقتله. أيوة هقتله ما دام محدش عاوز ينجدها منه. يا ستي قلتلك حاولت كتير. حاول تاني، حاول كل دقيقة وكل ثانية. ده أنت راجل كلك شهامة وإنسانية. طب ولو رفضت؟ لو رفضت يبقى ما فيش غير حل واحد. إيه هو؟ الأخت ماري تيريز. مين دي الأخت ماري تيريز؟ هقول لك على اسم الدير اللي هي فيه. مش عارف اعمل ايه لو ما كانش ربنا بعتك ليا. لكن انا ما عملتش حاجه. انت عملت كتير قوي. ما تغركيش المظاهر. انا انسان ضايع عايش في فراغ.
اشربي. انا ما بشربش. مش قلت لك ان انا عايش في فراغ؟ حتى في الليله اللي بحتفل فيها لاول مره في حياتي بعيد ميلادي مش لاقي الانسان اللي يشاركني فرحتي. هي ليلتي عيد ميلادك؟ طب مش كنت تقولي عشان اقدم لك هديه؟ هديتي انك تشربي الكاس ده معايا. اشربي. صحتك. يا عذرا اختي في محنة، انا شفتها. الشيطان بيمد لها ايده، الخطيئة بتقرب منها. طول عمري بحب الناس، طول عمري بحب الخير للناس، عمري ما اذيت حد، عمري ما كنت السبب في تعاسة انسان. قلبي محتاج الحب، محتاج الحنان والعطف والانسان اللي يشاركه حياته. انا دماغي بقت تقيله قوي. حافظي على طهارتها يا أطهر نساء العالم. سعاد ضعيفة ولوحدها، لا أم ترشدها ولا أب يحميها. انت أمها وكل أهلها، وحياتك يا عذرا، وحياتك يا عذرا، خليكي جنبيها. تصبح على خير. إنه يكون فرح في السماء لخاطئ يتوب، وأنا مخطئة تائبة. أتوسل إليك يا عذرا، أتوسل إليك. استجيبي يا عذرا، أتوسل إليك بالإيمان. الجبال اتحركت والبحور انشقت والسماء مطرت خير وبركة.
Thank you.